والكلام ده هيجي ازاي؟ مش هيجي ان انا اقول له تعالى احكي لي، لا هيجي بان انا بلعب معاه، بخرج معاه، بعرف اصحابه، بروح معاه تمام. الجيم، بروح العب معاه كوره بقى، الحاجات اللي هي تخليه حاسس ان انا باباه وفي نفس الوقت صاحبه، او مامته في نفس الوقت صاحبته او صاحبتها. ده يخليه نعم. يحكي، وده يخليني الاحظ عليه اي حاجه غريبه، بعكس الاباء والامهات اللي بعيدين عن ابنائهم. وانا بتكلم هنا البعد مش بعد يا استاذه رشا بس بعد يعني بعد في التعامل، لا حتى لو في بعد مكاني بس ممكن يبقى قريب منه، يبقى اقرب حد ليه، حتى لو هو مثلا الاب بيسافر بيشتغل وبتاع، ولكن متواصل بصفه يوميه، بيفتح الكاميرا ويكلمهم، بيلعب أكيد. معاهم، بيهزر معاهم. كل ده اقدر اعمله حتى لو انا بعيد شويه، واقدر اعرف نعم. ابنائي فيهم ايه الغلط اللي فيهم. لا ده مش ابني، لا دي مش بنتي، مش دي طريقه التعامل اللي هم بيتعاملوا بيها عاده. فبالتالي دايما انصحهم بحسن التواصل، وان هم يقربوا من ولادهم بحيث ان هم يبقوا اصدقاء مع ولادهم. نعم دكتور أحمد علام، أنا بشكرك جدا على النصايح الغالية، ويا رب نكون كده قدرنا نوصل لروشتة التوعية والعلاج.